رولي البطاطا غير في المول أسطوري، غير بكمية قليلة تاع الدجاج، وصفة اقتصادية لمحبين الاقتصاد. نقول لكم مرحبا بكم غالياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. وصفة في منتهى الروعة، وكذلك البنة ما خلفتش. وصفة بإذن الله راح تعجبكم وتعجب أي وحدة تحوس غير على الوصفات، يعني السهلة والبسيطة كذلك اللي تكون غير مكلفة. نبداو الوصفة تاعنا بإذن الله. نروحوا للقدرة هكذا، ندير فيها شوية زيت، كذلك قليل من ليدام اللي هو مارغرين ولا دهان ولا الشي اللي مالفا ديريه. كذلك ندير كمية من البصل. أنا الأمانة يعني كي نجي ندير البصلة نرحي ضربة فريدة راس ولا زوج ريسان تاع بصلة، ونقعد هكذا نخدم بهم منا ومنا. كذلك عندي طريف تاع الدجاج اللي هو كويس، كما قلت لكم راهو مقدار سهل ويعني غير مكلف، حاجة قليلة بإذن الله تعمري بها الطابلة تاعك تاع رمضان هكذا وتزهي العيلة تاعك. بعد ما قليت هذيك البصلة مليح، نرجعوا دوكا هنا ندير لها شويه تاع زيتون، ولكن حبيباتي شوفوا من الاحسن ندير هذيك الزيتون الكامله، الحبه الكامله. انا الزيتون ما نغليهش الامانه، نشلو قدام خطره في الماء ومن بعد نديرو هكذا في القدره تاعي. فجاب لي هذا الزيتون، يعني هو شحال نديرو حنكملو به وخلاص. درت فلفل كحل شويه راس حانوت، وشوفوا قداش درت ملح، يعني رشه تاع ملح فقط لاني خفت من الزيتون. فمن الاول انا ما نديرش الملح كثير هكذا. من بعد خلاص كي يطيب تذوقي طبعا نعرفوا في رمضان كامل نذوقوا حاجه قليله. بعد ما تقلي برمتك مليح تمرقيها، ما تكثرلهاش هذاك الماء، وخليها طيب على نار قليله، يطيب غير هذاك الطريف تاع الدجاج فقط. من جهه اخرى نروح البطاطا تاعي. انا عندي واحد كيلو ولا اقل، نظن من كيلو، مانيش عارفه الميزان، هذا هو المقدار اللي درته. من الاحسن شوفوا انا درت 3 حبات متوسطين وحبه كبيره، تشوفوا في حبيباتي هذا المقدار كفاني وفاني، يعني درت هكذا دي غونديل بالشكل دي غونديل. الحجم تكون متوسطه ولا اقل شويه من المتوسطه بالشكل هذا، ولكن ممكن ديري 3 حبات كبار، يعني راه يكفيك يعني الكميه تكفيك. وكي تكون الحبه كبيره احسن واحسن، على هكذا يغطيولك هذاك المول. نقول حنايا تكون الحبه المساحه تاع الحبه الرونديله تاعها تعود كبيره. بعد تفهموني كي نعود نتغلف في البلاطو تاعنا. طبعا بعد ما كملتهم كما هكذا ملحتهم ورحت نقلي فيهم في الزيت. هذه المره لازم حنديروا شويه زيت، ما شحال نقلوهم كون جاو فريت نقدروا نديروهم في الكوشه ولا نغليوهم ولا نفوروهم، لكن دركا نقليوهم هكذا. وقليتهم نروحوا القليه نديروهم غير دوغي برك، ما تحمريهم ليش، خليهم دوغي هكذا باش ما ينشفوش، يبقاو لي طرايه ويساعدونا في الخدمه نتاع يعني كي نجيو نغلفوا اللي يعني المول تاعنا. تاني ما يدولكش الطياب لانه كما قلنا ما درناهمش خشان ياسر، يعني مساله الطياب مش حيدوها لك. انا الامانه هذه المراحل كامل درتها مع الصباح، ما نكذبش، نوض الصباح بكري ما نقدرش من الناس هذيك اللي نرقد وهذاك ما نقدش البنات، ياكلون يديا نبدا نخدم هكذا. جبت هذاك الطريف تاع الدجاج، بديت هكذا نريش فيه ولا نتفتو ولا كيما تسموها، فتتو. المهم درت له شويه معدنوس هنايا في ذاك، شويه معدنوس. كذلك نجيب له شويه تاع فرماج هذاك تاع البيدون ولا فرماج تاع العلب ولا فرماج تاع المثلثات، الشيء اللي عندك ديريه. تقدري ديري شويه كريمه الطهي وزوج حبيبات تاع بيض. تحبي تزيدي تملحي وتفلي دير لها شويه فلفل لك الاختيار. خلطيهم هكذا بالشكل هذا، خلي تشوفوا سهل وبسيط كذلك وبنين. لازم تكون هكذا الخليط يكون سائل، الا شتيه ناشف زيدي له حبه بيض. نروحوا دوكا للمول نجيب لازم ورق الطهي هكذا باش ما يلصقناش في نغلفوا به المول تاعنا هذا هكذا، لازم هكذا باش ما يلصقش. نغلفوا بالطريقه هذه اللي راهي واضحه قدامكم، نفكسيه مليح هكذا باش ما يخرج ليش. وكذلك كي نجي نقلب الكراتان تاعي ثم يتقلب وما يتكسر ليش. طبعا الزوائد هذوك نحيتهم، استغلفت هذيك الجهه ودهنتها بشويه تاع مارغرين هنا. ورحت جبت هذيك البطاطا اللي قليناها كيما قلت لكم ما حمرتهاش، دوك تشوفوني ها
درتها دوغي يعني نقولوا حنا مذهبه فقط. ونبدا نعمر في المول هكذا بالطريقه هذه. علاش قلت لكم الحبه، شوفوا الحبه كبيره كيفاه تعمري هذيك المول من الاسفل، يعني غير تقريبا بحبه تاع بطاطا، فهمتوني؟ علاش قلت لكم انا حاولوا تكونوا الحبات يكونوا كبار هكذا خير لك. اولا ما يدولكش الوقت وثم يعني تخدمي خدمتك قد كذلك الشكل تاعهم النهائي يجي مليح. انا الامانه الحبات الكبار، الحبه الكبيره درتها هي من تحت، خطره من بعد حنقلبوها. كذلك نوقف البطاطا ثانيه على الجناب بالشكل هذا. دوك تشوفوا لي المول كيف نعمروا كامل هكذا بهذيك البطاطا. والحبات هذوك اللي جو صغار اللي جو مش جو صغورين عوج هذوك خليهم الفوق حتى من بعد كامل حنقلبوه. كي نجو وقت التقديم حنقلبوه. شوفوا كيف غطيته. هذه هي بالطريقه هذه كذلك نوقف هذيك البطاطا هكا على الجناب، ما نخليه حتى بلاصه يبان لي منها هذاك الورق، كل شيء نغطيه، لان الخليط تاعنا فيه البيض هكذا باش ما يلصقناش. نجيب هذاك الخليط هكذا ونوزعه بالتساوي. تقدرين نقولوا حنا كزياده تحطي فرماج تاع مثلثات هكا يبان قطع فيه كزياده، اقتراح ليك. لكن عندك الشيء تقدرين نقولوا حنا الحبات تقسمي على زوج نقول حنا تحطيه في الوسط. وبديت هكذا نزيد نعاود نحط الطبقه الثانيه على يعني الوجه في الفوق هكذا، ونهبط. دوك تشوفوني الجناب هكذا نهبطهم. دوك تشوفوا ها كيف نهبط الجناب هكذا. نكمل بالطريقه هذه. وصفه كما قلت لكم سهله بسيطه، حتى في الخدمه تاعها ما تعبش. كذلك البنه تاعها ما كاش من يقول لك جات مش مليحه. وصفه كذلك مقاديرها سهله وبسيطه كذلك، وتسهي الولاد كذلك وتعمر العين. هكذا نغلفها. نجيب كذلك بعدها واش بقى ليش من هذيك البطاطا، يعني تقريبا كامل كداتها لي. جبت هنا حبيبه تاع بيض اللي هي الحبه الثالثه هكذا، ودهنتها من فوق هكذا. نحب البيض يغلف لي هذيك البطاطا، خطاكش هذيك البطاطا ما عندها باش تلصق غير بالبيض. كذلك دوك نزيد ندير لها شويه فرماج رابي ويبقى اختياري هكذا. وندخلها طبعا تتقراتينا. انا مع الاول خليتها من تحت، شعلت لها من تحت خطه من تحت كاينه البيض لازم يطيب. البيض لازم يطيب حبيباتي، لازم يطيب حتى لتحت. نقولوا حنا حتى لداخل السخانه، لازم حتى لداخل، ماشي غير يحمر لي الوجه فقط. يعني لازم هذاك البيض يوصل له يعني النار. ومن بعد حليت له على الفوق هكذا، حمرته مليح كما قلت لكم. ها شوفوا جات ما شاء الله عليها. هنايا الامانه هذا مع انا طيبته كامل مع العشيه، يعني الطياب كان مع العشيه والتوجاد كان مع الصباح. يعني كسهلت على روحي، مش كل شيء ضربه فريده. وبديت نقطع فيهم ولا نقص فيهم بالشكل هذا. يعطوك 6 قطع، ممكن تزيدي ممكن تنقصي كما حبيتي. يعني انا درتهم شويه كبار، ممكن يعطوك حتى 8 قطع اللي بغيتي، يعني كي تعرفي كيف تقصيهم الا كانت العائله كبيره. ها قسمنا بالطريقه هذه هكذا. تصوير شويه هنايا البنات جاني شويه مانيش عارفه الاضاءه كانت قويه ياسر ما فقتلهاش، عذروني شويه. هنا هذيك الصوص سخنتها طبعا قلنا مع الفطور، بدينا نوجدوا هذيك الصوص. قلت لكم انا تقدروا الزيتون هذيك اللي هو حب اللغه العاميه تاعنا. الا بغيتي شامبينيو عندك نقولوا حنا معلم، راوي زيت لها هذه يعني زيدها النص. كذلك جات بالفرماج، جات يعني طريه. دوك تشوفوها جات طريه ماشي من هذيك الحاجه اللي هي ناشفه. تزيين يكون اختياري كذلك وبسيط. هاي هنا كي بدينا مع المغرب. هاو الشكل نتاعها عن قرب. وشوفوا حبيباتي يعني من داخل كيفاه جات ما شاء الله متماسكه. البنه عالميه كي نقول لكم عالميه. شتو غير حاجه قليله تاع الدجاج، زينا الميده تاعنا وفرحنا العائله غير بحاجه قليله. عشاق الوصفات الاقتصاديه ان شاء الله يا ربي راه عجبتكم الوصفه تاعي اليوم. دمتوا اوفياء لقناتي، ما تنسونيش بالجام. صحه صيامكم، سلام.